براحتك. طيب، مفيش حديث في الشارع الرياضي إلا عن أسباب رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ من النادي الأهلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن بس أنا عارف إن أنت إعلامي مميز بالتأكيد ودي حاجة ما فيهاش نقاش يعني، لكن عايز أحط عنوان عريض كده في البداية. لو الأمر جاي أنا فاكر إن في حسابات مثلًا أو إن أنا جاي أتكلم على أشخاص معينة أو أتكلم بشكل معين، باعتقد إن أنا أبقى راجل بالغي كل اللي كان بيحصل ده أو كل حياتي اللي فاتت دي أو كل كلامي، وأقول حاجات أنا ما أعملهاش يعني. ده عنوان. من فترة قليلة كنت موجود مسؤول في النادي الأهلي، فبالتأكيد اللي كان ينفع أقوله وأنا مسؤول هو اللي هاقوله دلوقتي، واللي ما ينفعش أقوله وأنا مسؤول مش هاقوله دلوقتي. وفي حتة مفهوم بس مهم أوي الأهلاوية يعرفوه كويس، يعني أو في ممكن نوضحه أكتر، إن أنت عايز تأكد على ثوابت، الثوابت دي موجودة سواء كنت داخل النادي أو خارج من النادي، عايز تأكد على الثوابت ديّة. وحتة المسؤول مش مرتبطة إن أنت موجود في النادي والّا لأ، في position في النادي والّا لأ، أنت مسؤول جوّه النادي ولمّا تطلع برّه النادي. ودي مش مسألة أمانة وبس، دي حاجة مفروغ منها. ما ينفعش اللي كان ينفع يتقال أو ما ينفعش يتقال وأنت موجود هتقوله النهارده يعني. أيوه، بس الناس ليها حق عليك. طبعًا الجماهير لازم تعرف كابتن سيد عبد الحفيظ اللي أدى زي ما التقرير بيقول 13 سنة في النادي الأهلي، في يوم وليلة بتمشي. لأ، الناس ليها حق تعرف. بُص، لو أنا وأنا كمان ليّا حق عند الناس، آه. ماشي، وأعتقد إن اللي شُفته حتى في الفترة اللي فاتت دي كان حاجة أكيد هاقولها يعني في وسط الكلام أو في سياق الكلام يعني. ممكن يبقى الناس ليها حق إنها تعرف، وممكن أنا يبقى ليّا حق وأنا خدته تالت ومتلت، سواء كنت موجود وأنا موجود والّا في كمسؤول أو حتى لمّا طلعت. يعني حتى لمّا خرجت خدت حقي بشكل حلو جدًا، 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 ما كنتش أتخيله أبدًا. وفي مواقف لحد ما أموت مش هانساها مع حد أنا ما أعرفوش خالص أو ناس ما كنتش أعرفها، لكن بيوصل لها حجم من الشغل يعني. لكن النادي الأهلي كمان له حق عليّا وله حق عند الجمهور. إمم. يعني في حاجات مهمة جدًا لازم تبقى فيها ثوابت، إمم. الثوابت دي لازم نأكد عليها سواء طيب. كنت موجود أو مش موجود. طيب، ناخدها فحق واحدة واحدة. النادي الأهلي أعلى. تمام، أكيد طبعًا، وده حاجة تُحترم ومش غريبة عليك. لكن خلّينا واحدة واحدة. كيف تم إبلاغك برحيلك؟ كيف تم إبلاغي برحيلي؟ هو يعني ده كان قرار لجنة التخطيط، إمم. اتبلغت بيه يوم الجمعة كانت 4/8 بعد مباراة المصري، كانت آخر مباراة. وده قرار ما فيهوش مشكلة خالص في أي حاجة في أي على جلسة أي والّا حد. تليفون؟ لا، 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 جلسة، جلسة، جلسة. جلسة. لجنة الكرة؟ لجنة التخطيط. لجنة تخطيط مع كابتن الكابتن الخطيب محمود الخطيب. وكابتن حسام غالي وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا نصر. مين أول واحد بلّغك؟ هو كابتن الخطيب. قال لك إيه؟ لأ، من غير ما أقول بقى أنا لأ، هاقول مش لك قصدي التفاصيل. يعني يعني أنت متخيل لأ، مش لحظة بس، قصدي يعني لحظة بس، أنت متخيل إن أنا هاسرد لك آه. تفاصيل اتقالت رُحنا وجينا قال لي إيه وقُلت إيه آه. وأنا رديت إيه لأ يعني طبعًا قال لك مستحيل خلاص يعني. أنت كابتن سيد أدّيت بُص مهمتك. الإمام آه. الشافعي تسمع عنه؟ آه طبعًا. الإمام الشافعي. أيوه. الإمام الشافعي لخّص ده في بيت جميل أوي. آه. أنا عندي فلسفة في حياتي كده بامشي بيها شوية، يعني لو حاجة أو مقولة أو حكمة أو بيت شعر، مع إن ما يبانش عليّا خالص يعني، لكن لو بيت شعر عجبني باعيش فيه شوية، تخيل؟ حلو. آه والله. عايشنا معاه. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ بيقول: لا خير في صديق يخون أو في خليل يخون خِلَّه ويلقاه بعد المودة بالجفا يظهر سرًا كان بالأمس قد خفا. يعني ما ينفعش إن في حاجة ما كانتش تنفع تتقال هاقولها النهارده يعني. ماشي. فمش هانقل تفاصيل اجتماع أو تفاصيل قعدة في لجنة تخطيط في أي يوم حتى لو هاموت يعني، خلاص خلصت، بعد الشر. الموضوع انتهى. طيب. الشِق لو أنت هتسأل بقى يعني إيه، يعني عشان أجاوبك، آه. ممكن القرار نفسه ما فيهوش مشكلة خالص، خالص، على آه. سيد ولا اتخضيت؟ لأ، ما أنا هاقول لك أهو، اديني فرصتي، اتفضل. مستقلت، اتفضل. أجاوب بقى. أُمّال. أُمّال. طيب. يالّا. اقسم الموضوع لجزئين، آه. القرار ما فيهوش مشكلة حتى لو على سيد، حلو. حتى لو هييجي سيد وعلى اللي أتخن من سيد، تمام، دي ثوابت عند النادي الأهلي، تمام. تمام، تيجي على سيد، تيجي على س، تيجي على ص، مش مشكلة خالص. ده الشِق الأولاني. الشِق التاني، تمام، آآ ايه ده؟ انت مين يا قد؟ أنا
برضه ما قلتليش انت مين؟ انا ايوه، ده اسم ولا صفه ولا اداه استفهام؟ كينونتك ايه؟ خطير انا. اثبت ترى يا معلم، انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. الشحات هوبا التصويب ولكن عالية. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. إمام بعرضية كهرباء، التصويبة فين؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. يانج على اليمين، ربيعة بلمسة خطيرة مش ممكن تعدي. يا الله، خير ان شاء الله. يا معلم اخذ الشيطان وانا غلطان وحقك عليا. يفيد بايه يا ندم؟ صح يا واد، صح يا معلم. خد تصل للشحات، المهارة والتصويب والهدف العالمي. تعالوا لي بقى، ده انا هشيل